بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي أبناء الصف الأول ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله بعمل النهاردة هنكمل بقى الدروس بتاعتنا في الفصل الثاني. هنتكلم عن الأعداد بتاعتنا، العدد 8 و9 و10. قبل ما نتكلم كده هنراجع مع بعض وإن إحنا خدنا الأعداد عندنا، خدنا الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، دول احنا خدناهم. الجديد النهارده هناخد العدد 8 والعدد 9 والعدد 10، دول الأعداد بتاعتنا. يبقى احنا دول الأعداد اللي احنا خدناهم الأول، والجداد بتاعتنا هي ال8 وال9 وال10. تعال نتعرف عليهم كده تفصيلا مع بعض. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونتعلم دعاء جديد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم الصعب إن شئت سهلا. تعال نتكلم مع بعض. بسم الله. هنتكلم عن الجزء بتاعنا هنا، بيقول لنا ايه؟ العدد 8. طب تعال نكتبه مع بعض، يلا. ادي احنا كنا نقول السبعة بصل فوق، الثمانية بصل تحت. هنقول 8 فا ميم نون يا ت مربوطة. ادي 8، حضرتك جايز تعرفها كويس جدا، تعرف تكتبها كويس جدا جدا. طيب تعال نعد مع بعض كده، يلا. بسم الله. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، فبقول 8. يبقى عندنا 8 وردات. احنا اتفقنا مع بعض ان الكفه الواحده فيها كام صباع؟ اللي فاكر ممتاز قوي، 5. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى عندي ايه؟ كام صباع؟ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى عندنا ايه؟ 8. طيب تعال نخش على التدريب بتاعنا. النشاط 1 قال لنا ايه؟ ضع علامة صح أسفل المجموعة التي بها 8 حشرات. عد معايا: 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى عندي 8 ودي صح. عد معايا، تعال نتكلم كده. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى أقول له هنا إيه؟ طيب يبقى هنا إيه؟ لا مش هعمل على حاجة، لأن عاوز هنا إيه؟ عاوز 8. 1 2 3 4 5 6 7. مش هاخدها، أنا عاوز إيه؟ اللي يدوني 8 فقط. طب تعال نبص على ده، يلا. بيقول لنا ايه؟ تتبع واكتب العدد 8. تعال نتبعه مع بعض، يلا، ونكتبه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي العدد 8 اهو، يلا. ادي 8 8. حضرتك تمسك القلم الرصاص وتشتغل بيه كويس جدا يا بطل. 8 8 8 8. يبقى تفرق، احنا اخدنا ايه؟ الارقام بتاعتنا عشان ما نلخبطش. احنا قلنا 2 بصه الجنب ده، وال6 بصه الجنب ده، ال7 بصه لفوق، وال8 بصه لتحت. ال7 زي السمايل فيس، مبسوط بالنسبه لنا هنا اهو، لكن ال8 مكشره زعلانه. حلو كده، ماشي. طيب تعال نخش بعد كده الجزء التاني ونتعلم العدد الجديد بتاعنا اللي هو ال9. زي ال5 بس من فوق، بس بنزل بيها لتحت واكتب 9. ادي 9، حضرتك لازم تعرفها كويس جدا جدا. تمام يا بطل؟ يلا عد معايا، بسم الله. عد يلا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. احنا قلنا الكفة كام صباع؟ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى هنا كان عندي 9 عصافير، وهنا عندنا 9 صوابع. تمام. تعال نخش على التدريب بتاعنا. ضع علامة صح أسفل هنا إيه؟ أسفل المجموعة اللي فيها 9 أشياء، وحضرتك لازم تعدهم بعد كده تقول صح أو لا أو غلط. 1 2 3 4 5 6 7 8. دول 8، أنا عاوز 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى دي صح، برافو. عد معايا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى ده صح، احط ايه؟ علامة صح. يبقى عندنا 2 ايه؟ مظبوطين. تعال بقول لك هنا ايه؟ تتبع واكتب العدد 9. اهي هو ال9 بتاعتنا اهي، وانزل لتحت. امشي على الخط وانزل لتحت اهي، وانزل لتحت. ادي ال9 الجميلة. طيب تعال بص كده، وادي 9. تنزل حضرتك، ادي 9، تمشي معاها. ادي كده ايه؟ العدد 9. تعال نبص على العدد 10 بقى. العدد 10 هنا ادي عين، اكتبه كده اهو: عين شين راء ت مربوطة، وادي 10. 1 وجنبه صفر، يبقى اسمها ايه؟ 10.
زي حضرتك عندك إيه 10 صوابع، 1 2 3 4 5، يبقى الكفة الواحدة فيها 5. الكفة التانية 1 2 3 4 5، يبقى عندك كام صباع؟ عندي 10 صوابع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى عندنا 10 صوابع. تعال شوف كام كرة عندنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى عندنا 10 كرات. تعال نخش على التدريب بتاعنا، بيقول لي حوط المجموعة التي تحتوي على 10 أشياء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى هنا ايه اللي هنا ايه دي عندها 10. حلو جدا، هحوطها. تعال نبص تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دول 9 مش هحوطها. عد معايا كام طيارة هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى دي كمان ايه احطها في دورية. بقول لي تتبع واكتب العدد 10. تعالى نكتب عدد 10. ادي بنزل 1 واحط 0، 1 وادي الصفر، 1 وادي 0، 1 وادي الصفر بتاعنا، 1 وجنبه 0، يبقى 10. ادي ال10، ادي شكل ال10، 1 وجنبه 0، يبقى 10. عد ثم صل بالعدد المناسب. يلا يا شباب مع بعض، بسم الله. عد معايا يا بطل. 1 2 3 4 5 6 7 8. فين 8 في دول؟ ممتاز جدا، ادي 8. عد معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فين 9 دول؟ دي كام؟ 6، دي 7، دي 8، ادي 9 نوصل بيها. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فين 10؟ تحت خالص. عد يلا، 1 2 3 4 5 6. 6 فوق أوصل بيها. آخر واحدة هنا، تعالى نعدها مع بعض. يلا بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7. في 7 فوق وصلنا بيها هي كمان. بيقول لنا السؤال بعد كده، بيقول لي عد ثم حوط حول العدد المناسب. يلا 1 2 3 4، هو حلقة واحدة. عد كده معايا يلا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. مين 9 دول؟ ممتاز، هي دي عدد 9. عد يلا، 1 2 3 4 5 6. ده كام؟ 7. ده 5. امال ده 6. هنا بالنسبة لنا عاوز كام؟ عاوز 6. لما عديناهم كانوا 6. تعال نخش على السؤال بعد منه. يلا بيقول لي ايه؟ يلا عد، 1 2 3 4 5 6 7 8. مين 8 في دول؟ ممتاز، أول واحدة. يلا 1 2 3 4 5 6 7. مين 7 في دول؟ اللي في النص، ممتاز. عد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فين 10 هنا؟ آخر واحدة، ممتاز. أكمل الرسم إيه لتصل إلى العدد المطلوب. طب تعالى نرسم عشان إيه نوصل للعدد المطلوب بتاعنا. هنرسم هنا بالنسبة لنا عندنا 1 2. هنرسم كام واحدة؟ 2. أدي 3 4 أدي 5 6 7 8 9. أنا عاوز أوصل 10. عندي كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وأدي رقم 10. أنا عاوز أوصل 8. عندي كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى أنا عملت إيه؟ حد عدد 8. اكتب عدد الأصابع المرفوعة. عد معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فبكتب العدد 9. أنا عندي كفة اللي فيها 5، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى عندي ايه؟ 10 صوابع. هنا ما رفعش أي صباع، يبقى إيه ده؟ 0. ممتاز.
أدي رفع 4 1 2 3 4 رفع 4 صوابع. عد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8. فعندنا إيه؟ 8 صوابع. تعال نخش على السؤال بعديه بيقول لنا إيه؟ عد الزهور ثم اكتب العدد. يلا بسم الله. عد معايا الزهور واكتب العدد بتاعتنا. أنا عندي 1 2 3 4 5 6. فروح كاتب 6. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فاكتب 9. يلا 1 2 3 4 5. نروح كاتبين 5. السؤال بعد منه نكمل. يلا عد معايا نكمل عد. 1 2 3 4 5 6 7 8. نروح كاتب العدد 8. هنا 1 2 3. فبكتب العدد 3. هنا 1 2 3 4 5 6 7. فبكتب العدد 7. يلا قول لي عد وارسم النقط حسب العدد ثم اكتب العدد. يلا يا بطل معايا بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. نكتب العدد 8. عد معايا. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. وراح كاتبين عدد 6. يلا بعد منها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هقول له 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى احنا عملنا ايه؟ عدينا 9 وراح كاتبين عدد 9. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واكتب العدد ايه؟ العدد 10. طيب تعال نخش على السؤال بعد منه يا شباب. يلا بسم الله. عد واكتب عدد الزهور ثم صل تصل على عدد 10. طب تعال نبص مع بعض. يلا 1 2 3 4. ادي 4. ماشي. تعال نبص على اللي بعدها. 1 2 3 4 5 6 7. فبكتب 7. 1 2 3 4 5. واكتب العدد 5. يلا 1 2 3 4 5. بكتب 5. 1 2 3 4 5 6. بكتب 6. 1 2 أكتب 2. طب تعالوا نكمل كده مع بعض. في جزء تاني لسه أهو مستخبي شوية. عد معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8. بكتب 8. دول 1 2 3. ادي 3. تعالوا نوصل مع بعض كده ونشوف كل واحدة ناقصها قد ايه. الأربعة. 4 وكام يديني ايه؟ يديني 10. حلو جدا. بعد الأربعة 5. يبقى 5 6 7 8 9 10. عد كام صباع؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى الرقم ده هوصله ب6. يبقى احنا وصلنا ايه؟ بالعدد 6. طب تعال نبص كده. 7 فاضل لها قد ايه بعد 6؟ 7 8 9. عملنا كام شرطة؟ 3. يبقى شوف رقم 3 من 3. ادي 3. طب تعال نبص على بعدها. دي 5. هنقولنا الكف فيها كام صباع؟ 5. يبقى 5 وكام يديك 10. ممتاز. اللي قال لي 5. يبقى 5 زائد 5 يساوي ايه؟ 5 زائد 5 يساوي 10. 8 بعد 8 9 10. يبقى ناقصها كام صباع؟ صباعين او ظهر ايه؟ الرسمه بتاعتي عشان نكمل. عد واكتب العدد ثم صل لتكون عدد 10. عد معايا جميل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب التسعة اللي فاضل لها قد ايه عشان تبقى 10؟ بعد التسعة 10. يبقى صباع واحد فوصل بواحد. عد معايا. 1 2 3 4 5 6. اكتب 6. تعالى ادي 6 7 8 9 10. كم واحد دول؟
4 فبوصل بالأربعة. عد معايا يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8. ادي 8. انا عاوز اوصل 10. ادي 8 9 10. يبقى فاضل قد ايه كده؟ 2. فراح موصل بالايه؟ بالاتنين. تعال نتكلم على كده نشوف القطر الجميل ده قال لي ايه. اكمل بكتابة العدد الناقص. ادي 1 بعد الواحد، 2 بعد الاتنين ممتاز، 3 4 5 6 7 8 بعد التمانية 9 بعدها ناقص رقم 10. تعال نبص على كده بيقول لي ايه لو انحسب عدد حسب عدد كل حشرة ثم أجب. تعال نبص كده ناخد كل واحدة فيهم ونعدها. عد معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فعلا 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تعال نشوف دي كام واحدة. عد معايا. 1 2 3 4. 1 2 3 4. دي كام واحدة؟ تعال نعدها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى احنا عملنا ايه؟ 9. تعال نشوف هنا كام واحدة النحلة الجميلة دي. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. طب ايش هنشوف ايه النملة الجميلة دي فيها كام واحدة؟ 1 2 1 2. تعال نحل مع بعض يلا الأسئلة دي وبيديها لي على الجزء ده. بيبدأ يسألك هنا أسئلة تانية هنا بيقول لك هنا ايه النملات صغيرين ولا اتنين؟ طب دي كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هقول 9. طب دي كام واحدة؟ 1 2 3 4. واروح كاتب 4. طب النحلة الجميلة 1 2 3 4 5 6 7 8. واروح كاتب 8. دي كام واحدة؟ عاملين كلهم 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فاروح كاتب ايه؟ العدد 10. بيقول لي حوض الحشرة الأكثر عددا. مين أكبر حشرة عندنا؟ بص كده اللي متلونة كلها الحشرة الجميلة الأولانية دي فبص عليها أهي. يبقى أنا إيه؟ خدت أكبر حشرة اتكررت. قيم نفسك عد ثم اكتب العدد. ماشي. 1 2 3 4 5 6 7 8. روح كاتب 8. عد معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وروح كاتب العدد 10. 1 2 3 4. وروح كاتب العدد 4. يلا يلا جميل. عد واكتب عدد النقاط ثم وصل لتصل على 10. توصل للعدد 10. أنا عندي 1 2 فروح كاتب العدد إيه؟ 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أروح كاتب 9. 1 2 3 أروح كاتب العدد 3. طب دول كام واحدة؟ واحدة بس. عد 1 2 3 4 5 6 7. أروح كاتب 7. دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. أروح كاتب 8. طيب التسعة دي فاضل لها قد إيه عشان تبقى 10؟ فاضل لها 1. نروح نوصلها بالواحد. امسك الكبير ده 7 فاضل لها قد ايه؟ 8 9 10. يبقى كام شرط؟ 3. فين 3 في الجنب ده؟ اهي. دي كبيرة. طيب 8 فاضل لها قد ايه؟ 9 10. كام واحدة؟ 2. فوصلها بالعدد 2. كويس جدا. طب تعال نبص مع بعض هنا يلا. حوض حسب العدد المطلوب. عاوز 10. فاقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آخد آدي 10 طن. طب تعالى نعلم عليهم الأول عشان ما نتلخبطش. أنا عاوز 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. آدي ال8 الجميلة أهي. وأوصل بال8. عاوز 9. عد معايا 9 كده أحطهم في دايرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فهم آدي ال9 بتوعنا. حضرتك قبل ما نخلص الدرس بتاعنا حضرتك كان ولي امر لازم هتمرن ابن حضرتك عن الاعداد. كل حصه بنقول عليك على الكلام ده. ادي عندك عدد 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حضرتك لازم يعرف يكتبهم بالحروف كويس جدا جدا. برضه نفس الكلام ينزل بيهم الاعداد ويعرف شكلهم. ولازم حضرتك تعلمه ازاي يكتبهم بالحروف.
مهم جدا جدا بالنسبة لنا. ربنا يفرحكم بأولادكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.